بيبدأ الأنمي بهجوم مجموعة من الشياطين على قرية وبيبدأوا يدمروها، وبيظهر تنين في السماء وبيكون عليه شخص وبيقول تعويذة، فبيحرك ورق تجاه الشياطين وبيتحول الورق لمتفجرات شديدة جدا. وعند راجل بيظهر شيطان فجأة وبيهجم عليه، لكن بيوصل التنين وبيدمره في لحظة. وبنعرف إن اللي على التنين كان سيكا طارد الأرواح. وبيحكي لنا سيكا إن للأسف الموضوع ما تمش بالنجاح، وإن كل تلاميذه اتخطفوا بأمر من أعضاء المحكمة الإمبراطورية. وبنشوف سيكا قاعد وسط الحطام وتعبان جدا بعد المواجهة، وبيقرر إنه لازم يبدأ من جديد وإنه هيتجنب الأخطاء اللي أدت للي حصل في حياته التانية. وبيستخدم تعويذة معينة قبل ما المكان ينهار بلحظة. وبننتقل لقصر وبنشوف طفل قاعد في دايرة سحرية، ووالده بيلقي عليه تعويذة عشان يعرف مستوى قدرته على السحر. فبيتفاجئوا إنه ما عندهوش أي قدرات سحرية على عكس باقي الأسرة كلها. وبيبدأ أخوه غاري يتنمر عليه بسبب ضعفه، وبنعرف إن الطفل هو سيكا في حياته الجديدة اللي قدر يبدأها. وبالرغم من عدم امتلاكه لأي قدرات سحرية، إلا إنه عنده قدرات روحية عالية جدا. وتاني يوم بنشوف سيكا معاه أوراق شجر وبيبدأ يلقي عليها تعويذة خاصة بيه، وبالفعل بينجح. وبيتحول جزء من الورق لفران وجزء تاني لغربان، لكن بيوصل عنده غري فبيداري سيكا باقي الورق بسرعة. وبيبدأ غري يضايقه كعادته، بيكون هيهجم عليه ويضربه، لكن فجأة بتهجم الغربان على غري بعنف، فبيوصل أخوهم الكبير روفت وبيبعدهم عنه. وبيستغربوا ظهور الغربان وإنها بس هجمت على غري، وطبعا بيكون سيكا هو اللي متحكم فيها. وبعد سنتين بنشوف سيكا وبنعرف إن كل اللي في البيت بيتجاهلوه وبيسيبوه لوحده، لكنه ما بيبقاش متضايق. وبنشوف سيكا بعدها في اوضته وبيكون بيجهز الورق اللي بيستخدمه في تعويذاته. وفجأة الباب بيخبط وبتكون ايفا مساعدتهم في البيت، وبتديله ملابس ليه بتقوله انها لقيتها في الغابة فبيشكرها جدا. وبيكون غاري هو اللي وداها هناك علشان يضايقه. وفي نفس الوقت بيوصل عندهم غاري وبيكلم ايفا بتكبر وقسوة وبيأمرها تروح تشوف شغلها. وبيبدأ يتكلم مع سيكا بغرور وبيقوله انه هيروح لأكاديمية السحر قريب عشان ينمي قدراته، على عكس هو اللي هيفضل محبوس في البيت لأنه ما عندهوش أي قدرات. لكن بيوصل عندهم والدهم روفت وبيكلم الوالد غاري بنبرة شديدة علشان ما يضايقش سيكا. فبيتوتر غاري جدا وبيبعد عنه، وبيقول الوالد لغاري وروفت إن ده ميعاد تدريب السحر بتاعهم فبيمشوا معاه. لكن بيوقفهم سيكا لما بيطلب من والده إنه يحضر معاهم التدريب فبيوافق. وبيبدأ روفت وبيستخدم سحره وبيوجه ضرب على صخرة فبيعمل فيها فجوة ضخمة. وبيجي دور غاري وبيستخدم تعويذة نار شديدة وبيوجهها على صخرة تانية وبينجح. وبيروح بعدها لسيكا وهو قاصد يضايقه، وبيقوله لو يحب ممكن يجرب انه يستخدم التعويذ. وبيحاول روفت يمنعه انه يضايق سيكا، لكنهم بيتفاجئوا بسيكا وافق. وبياخد العصاية السحرية وبيروح تجاه صخرة وبيبدأ يستحضر طاقته الروحية. فبيوجه كرة من النار الزرقاء وبتدمر الصخرة بالترابيزة اللي عليها. وبيتصدم والدهم واخواته من اللي شافوه، وبيتعصب غاري جدا وبيحاول يقلل منه وبيقول ان دي بس قوة العصاية. فبيقول والدهم ان في ناس بتتولد من غير قدرات سحرية، لكن بالرغم من كده بتقدر تستخدمه. فبيسيبهم سيكا مع اعتقاداتهم ومش بيصارحهم بقدراته الروحية. وبيقول الوالد لسيكا ان هيكون ليه مدرس خاص بيه زي اخواته، فبيفرح سيكا. وبالفعل بيبدأ سيكا دروسه وبيجتهد فيها جدا وبيلاحظ والده اجتهاده. وبعد سنين وصل سيكا ل 11 سنة وبيكون في اوضته مستمر في صنع الورق، وبيفكر في حياته السابقة قدر يهزم وحوش وشياطين كتير جدا ويختمهم. ومعنى انه ختمهم انه ممكن يقدر يستحضرهم في اي وقت واي عالم مختلف عن اللي كانوا فيه. وبيبدأ سيكا يحاول يستحضر واحد من الشياطين وبالفعل بينجح. وبتكون بنت اسمها يوكي وبتفرح جدا اول ما بتشوفه وبتكون عارفاه، ولكن باسم هيروشي. وبتسأله بعدها هو محتاج منها ايه، فبيقول لها انه بس كان بيجرب التعويذة وانه لازم يرجعها زي ما جابها لانها ما ينفعش تظهر ابدا. فبتتحول يوكي في لحظة لكلب صغير جدا وبتستخبى في شعر سيكا. وبننتقل لغاري وبنلاقيه بيعامل ايفا بقسوة كعادته، بتكون ايفا برضه مش عارفة تتصرف ازاي. فبيوصل سيكا وبيتدخل وبيقوله يبعد عنها، فبيتعصب غاري جدا وبيهجم عليه بضربة شديدة، لكن بيصدها سيكا بإيده من غير ما يتحرك من مكانه. فبيتحرق غاري وبيتعصب أكتر فبيسيبهم وبيمشي. وبتشكر إيفا سيكا وبتطلب منه لو يقدر يروح معاها لجنينة القصر، وبتوريه حيوان صغير جدا وبيكون اتعرض لهجوم للأسف. وبتسأله إيفا لو في إمكانية إنه ينقذه، فبيقول لها سيكا إنه هيحاول، لكن بيطلب منها تبص للناحية التانية. وبيبدأ سيكا يستخدم تعويذة معينة وبتبص لهم إيفا، فبتتفاجئ بإنه قدر ينقذ الحيوان، فبتفرح إيفا جدا.
وبتسأله بعدها لو إنه يقدر يستخدم سحر الشفاء، فبيقول لها إنه بيستخدم حاجة شبيهة ليه، فبتقول له إنه بجد مختلف عن باقي أسرته. فبيرد عليها سيكا إن هي كمان مختلفة لأنها بتشوف حاجات محدش غيرها بيشوفها. فبتتوتر إيفا جدا وبتقول له إنها ما تعرفش هو بيتكلم عن إيه. فبيقول لها سيكا إنه شافها بتتتبع أرواح الحيوانات أكتر من مرة، فبتتصدم إن هو كمان بيشوف أصلا الأرواح. فبتصارحه إيفا وبتوريله مجموعة من الأرواح وبتقوله إنها دايما بتشوفهم مجتمعين حوالين حاجته لكنهم مش بيقربوا منه أبدا، وبتقوله إنها حاولت تتحكم في الأرواح خافت جدا ففشلت. فبيسألها سيكا لو إنها تحب تتعلم التعويذة السحرية، فبتستغرب لأنها أصلا ما عندهاش أي قدرات، فبيقول لها إنه مش ضروري، وبيستحضر شعلة نار وبيطلب من إيفا إنها تأمرها تختفي. فبتحاول إيفا لكنها بتكون رقيقة جدا فما بتختفيش الشعلة، لكن بتتعصب إيفا وبتقولها بعنف فبتختفي وبتنجح فعلا. فبيقرر سيكا إنه هيساعدها علشان يستفيد من وجودها جنبه بعدين. وبتمر عليهم الشهور وهم لسه بيتدربوا وبتتطور مهارات إيفا. وبيجي عيد ميلاد سيكا الجديد وبنعرف ان اسرته مش بتحتفل بيه زي باقي اخواته، وان احيانا والده بيهتم لكنه حتى مش موجود. وبيكون سيكا لوحده فبيروحوا له غاري ورافت وبيقولوا له انهم هيساعدوه في التدريب على المبارزة. لكن في نفس اللحظة بيجروا عليهم مساعدات القصر وبيقولوا الرافت ان في وحش في المدينة وبيتجه للقصر. وبالفعل بيحسوا بوجوده وبيشوفوه من الشباك وبيكون ضخم جدا، فبيجري غاري وهو مرعوب زي الاطفال. فبيحاول روفت يتصرف وبيأمرهم كلهم يروحوا لآخر القصر ويقفلوا كل الشبابيك والابواب، لكنه بيشوف سيكا بيجري بكل سرعته تجاه الوحش وبيكون قريب من إيفا وواحدة تانية من المساعدين. فبيروح لهم سيكا بكل سرعته علشان ينقذه، لكنه بيتفاجئ بإيفا قدرت تستخدم تعويذة النار وتبعده عنهم. فبيفرح بيها سيكا جدا وبيروح بعدها للوحش وبيخليه يحصله لحد ما بيوصلوا قدام القصر، وبيتفاجئوا كل اللي في القصر بسيكا طاير قدام الوحش وبيستخدم تعويذة أرواح قوية جدا فبيقضي عليه في لحظة. وبيبقوا كلهم مصدومين ومش مستوعبين اللي حصل قدامهم وبيبدأوا يسقفوا لهم بكل انبهار. وعند البوابة بنكتشف ان والده وصل وشاف كل اللي حصل وكان برضه مصدوم. وفي نفس اليوم بالليل بيتصدم سيكا انهم عاملين له وليمة ضخمة مخصوص علشانه، وبيكون والده فخور بيه جدا وبيقول ان اللي عمله كان صعب حتى على أمهر السحرة، وبيأكد رفت على كلامه. لكن بيكون غاري متعصب جدا وحقد على نجاحه. فبيتكلم الوالد وبيسأله لو يحب مكافأة معينة، فبيقوم سيكا وبيقول لوالده إن بما إنه فرد من أسرة لامبورج هيحب يقدم مواهبه لخدمة الإمبراطورية، وبيطلب منه يقدم له في أكاديمية السحر. وبيسمع غاري الجملة وبيكون هيتجنن، فبيوافق والده لكنه بيقول له إنه لازم يجتاز اختبار القدرات الأول. وبيكمل سيكا وبيطلب منه طلب تاني إن إيفا تروح معاه للأكاديمية كمرافقة ليه، فبتتصدم إيفا جدا. فبيقول له والده إنه مستحيل لأن إيفا ما عندهاش أي قدرات. فبيرد سيكا إنه هيثبت له مهاراتها، وبياخد إيفا وبيقفوا عند الشباك وبيديها العصاية السحرية وبيقول لها بصوت واطي إنها لو عايزة تروح معاه جريء وتقول بصوت عالي اضطراب العدم. فبتفكر إيفا إنها فعلا عايزة تروح معاه، فبتشاور بالعصاية وبتقول الجملة بكل قوتها، فبيحصل انفجار ضخم جدا بيصدمهم كلهم. وبيبص سيكا بعدها لوالده بفخر وبيسأله لو كان ده إثبات كفاية، فبيوافق والده. فبيقوم غاري وهو متعصب جدا وبيزعق وبيقول لوالده ازاي يوافق على كده، وان لازم يا هو يا سيكا اللي يدخلوا لان تقاليد اسرتهم بتمنع ان اخين يدخلوا نفس المؤسسة التعليمية. فبيجاوب والده بكل هدوء ان بالفعل ده مش هيحصل، وبيقول لغاري ان هو اللي مش هيدخل الاكاديمية وهيدخل الجيش الامبراطوري. فبيتصدم غاري، لكن بيكمل والده وبيقول له انه قوي وكمان بارع في المبارزة. فبيقاطعه غاري انه كمان عنده القدرات السحرية على عكس سيكا. فبيقول له والده انه سيكا طور من نفسه خلال السنين اللي فاتت على عكسه. فبيتعصب غاري جدا وبيتحدى سيكا في معركة والفايز فيها هو اللي هيدخل الأكاديمية. فبيوافق سيكا. فبيوافق والدهم وبيقول لهم ان المبارزة هتكون تاني يوم، وبيحط لهم شروط ممنوع يتخطوها، وبيقول ان هو بنفسه اللي هيكون الحكم. وبنشوف بعدها سيكا في اوضته وبيجهز الورق اللي بيستخدمه في تعويذه، وبتخرج يوكي من شعره وبترجع لطبيعتها البشرية وبتتكلم معاه في اللي حصل. لكن بيخبط الباب فبترجع تستخبى وبيداري سيكا الورق، وبيفتح سيكا فبيكون رفت وبيستغرب هو عايز ايه. فبيتفاجئ برفت بيقول له انه بس كان عايز يهنيه علشان عيد ميلاده، وبيقدم له هدية وبتكون عبارة عن قلم. فبيفرح سيكا بيه جدا، وبيتكلم مع رفت بعدها وبيطلب منه ما يزعلش لو انهم ما كانوش قريبين من بعض السنين اللي فاتت.
لكنه فخور باللي وصله، فخور انه اخوه، فبيفرح سيكا جدا من كلامه. وبنشوف سيكا لوحده وبيتفرج على القلم، وبتظهر يوكي وبتستغرب ده ايه، وفجأة بيحس سيكا بحركة وبيطلب منها تستخبى، وبالفعل بيتفتح الشباك بعنف شديد جدا وبيكون بسبب سحر غري. وبيكلم سيكا وهو متعصب جدا وبيقول له يبارزه دلوقتي، ولو خسر يبلغ والده تاني يوم انه هينسحب. وما بيستناش غري يسمع حتى رده، وبيهجم عليه بسحر ناري عنيف جدا، لكن بيتصدم بسيكا ما تأثرش حتى، فبيهجم عليه بسحر أشد. فبيصنع سيكا حاجز حامي حواليه وبيخرج واحدة من أوراقه وبيبدأ يقول تعويذته. وبيكون غاري مش فاهم اللي بيعمله سيكا، لكن أول ما بيمسك سيكا الورقة بيتألم غاري بشدة لحد ما بيضطر يستسلم وبيغمى عليه من التعب. فبتظهر يوكي وبتسأل سيكا هو ازاي هيسيبه عايش بعد ما شاف جزء من قدراته، فبيقول لها انه مهما كان فهو أخوه. وبيفتكر سيكا اللي حصل بالفعل وقت هزيمة الوحش، وبنعرف انه استدعى واحد من الشياطين وطلب منه انه يروح للجبل ويستدرج الوحش الضخم للمدينة لحد ما يوصل للقصر. وبيكون سيكا هو اللي خطط لكل ده عشان بس يوصل لاحترام وتقدير أسرته ليه. وبيروح بعدها سيكا يساعد غاري المغمى عليه، فبتسأله يوكي اللي يخليه صياد أرواح ماهر زيه قابل يعيش مع أسرة بشرية، فبيقول لها سيكا انه قرر انه يكون واحد منهم. وبيجي وقت انهم يروحوا الأكاديمية وبيودعهم روفت، وبيقول لسيكا ان والده بيوصيه انه يجتهد دايما، وبيبدأوا طريقهم بعدها وبيودعهم روفت. وفي الطريق بيقدم سيكا لإيفا سلسلة فيها كل الأحجار السحرية لأنها تساعدها أكتر لجذب الأرواح، فبتفرح بيها إيفا جدا. وبيقربوا من الأكاديمية وبيشوفها من الشباك وبيكونوا مبهورين بيها جدا. وبننتقل لوالده جوه الأكاديمية وبنعرف إن مديرها وبيكون منتظر وصولهم، وبيفتكر إن عدى 12 سنة من وقت ما وصل عنده. وبنكتشف إن سيكا في الحقيقة مش ابنه لكن ابن أخوه الصغير جيلبرت، وإن واحدة جت اديتهوله واختفت بعدها. وبنعرف إن جيلبرت قرر إنه يكون مغامر ويكتشف العالم، لكنه اختفى في أرض شيطانية وظهر بعدها سيكا ابنه. وبيفكر إن ممكن تكون والدة سيكا شيطانة لكنه ما عندهوش أي قدرات سحرية. وبيفتكر كمان ضربة النار الزرقاء اللي وجهها على الصخرة بالرغم من سنه الصغير، وكمان هزيمته للوحش قدام القصر. وبيحس بالذنب إنه دخل غاري الجيش غصب عنه، لكن كان بيحمي سيكا لأنه يا إما هيتم الاهتمام بيه ومراعاته فيكون حامل الإمبراطورية، أو يتم إهماله فيتحول لشيطان مدمر. وبيوصلوا سيكا وإيفا بعدها أخيرا، وبيكون سيكا تعب جدا خلال الطريق، وبينزلوا بعدها علشان يستكشفوا المكان. وبتكون إيفا منبهرة جدا، وبيشوفوا واحدة بتنده على كل الطلاب الجدد وبتطلب منهم يروحوا لها. وبالفعل بيروحوا وبيكون قدامها بلورة سحرية بتقيس مستوى القدرات عند كل ساحر. ولما بتعرف البنت اسم سيكا بالكامل وانه من أسرة لامبروج بتتوتر وبينبهروا كل زمايله. ولما بتعرف إيفا نفسها بيعرفوا إنها من العمة، وبيستغربوا إزاي ممكن واحدة من العمة تدخل الأكاديمية. وبتطلب منهم البنت يحطوا إيديهم عند البلورة، فبتبدأ إيفا وبيلاحظوا قوة سحرية مختلفة لكنها ضعيفة شوية. وبيجي دور سيكا ولما بيحط إيده ما بتديش البلورة أي علامة، فبتتوتر البنت وبتضطر تجامله وتقوله إن يمكن قوته خارقة للقوى العادية. لكن بيرد سيكا إن يمكن ما عندهوش أصلا أي قدرات سحرية، فبيستنتجوا كل الطلاب إنه دخل الأكاديمية بواسطة والده وبينزل من نظرهم. فبتتعصب إيفا جدا من كلامهم، فبتظهر نارها غصب عنها فبتخفيها بسرعة. وفجأة بتظهر بنت وبتقوله بعصبية إنه لو خلص يمشي من الطريق. وبتروح البنت عند البلورة وبتقول لها إن اسمها أميو من عامة الشعب، وبتحط إيديها أميو على البلورة فبتنور بقوة شديدة جدا. وبيعرفوا إن أميو عندها كل الطاقات السحرية بمستوى عالي، وبيبقوا كلهم منبهرين. وبتمشي أميو بعدها بكل ثقة، لكنها بتلتفت لسيكا وبتقوله إن وجودها معصبها لأن الأكاديمية مش مكان لغير السحرة. فمش بيركز سيكا في كلامها، بس بيجيله شعور غريب إنه حاسس إنه يعرفها من حياته السابقة. وبيدخلوا بعدها للاختبار وبيطلعوا، وبتكون إيفا متوترة جدا بعدها وبيحاول سيكا يهديها. وبعدها بيشوف أميو وبيعرف إنها بتستخدم السيف للسحر بدل العصاية السحرية. وبينتقلوا للاختبار العملي، وبيلاحظ سيكا إن كل واحد من الطلاب بيستخدم نوع واحد بس من السحر. وبيجي الدور على إيفا وبتستخدم التعويذة اللي علمها لها سيكا، فبتخرج شعلة نار قوية جدا تجاه الهدف، وبينبهر المعلم وكل الطلاب. وبتطلب إنها تنتقل للهدف اللي بعده، فبيوافق المعلم وبيتصدموا برضه بمهاراتها في سحر الهواء. وبتروح بعدها لسيكا وبتسأله عن رأيه، فبيكون سيكا مصدوم وبيقول لها إنها كانت رائعة وبيكون حقيقي فخور بيها.
وبيجي الدور عليه وبيبقوا كلهم مستنيين يشوفوا هيعمل ايه، وهو ما عندوش اي قوة سحرية. فبيستخدم سيكا طاقة اللهب الازرق، فبيتصدموا كلهم لان اللي بيقدروا يتحكموا فيه نادرين، وبيطلب انه ينتقل للهدف التاني وبيكون اصعب لكنه برضه بيدمره. وبيبدأ ينتقل من هدف للتاني، وفي كل مرة بيكون الهدف مستواه اصعب لكنه بيقدر يدمرهم، وبيكونوا الطلاب والمعلم مبهورين بقوته. وبيكون المعلم واقف لوحده في مكان الاختبار وهو مصدوم، فبتروح له المعلمة بتاعت البلورة، فبيقول لها ان بالرغم من قوة الطالب سيكا وايفا الا انه ما شافش في قوة الطالبة اميو. وبيجي تاني يوم وبيروحوا سيكا وايفا يشوفوا لو انهم نجحوا او لا، وبتكون ايفا متوترة جدا لكن بيحاول سيكا يهديها، وبيبدأ يدور على اسمه وبيكون نجح لكنه بيكون في المرتبة التالتة. فبيتصدم ان ايفا تفوقت عليه وفي المرتبة التانية، اما المرتبة الاولى فبتكون بالتأكيد اميو. وبيجهزوا وبيروحوا اول يوم في الاكاديمية، وبتكون ايفا متوترة كعادتها، وفجأة بيحس سيكا بأرواح في الغابة جنبهم، فبتقول له إيفا إن بالفعل في أرواح الظلام وبتستغرب وجودهم بكمية كبيرة. فبيروح سيكا تجاههم وبيتفاجئ بوجود دائرة سحرية كبيرة على الأرض، ولكنهم بيحسوا إن سحرها شرير. وبيقول لها سيكا إن من الأفضل إنهم يبعدوا عنها ويروحوا الحفل الأكاديمية، لكن بيستخدم سيكا طاقته من غير ما إيفا تلاحظ علشان يفهم اللي بيحصل. وفي الحفل بتظهر إيمو وبتبدأ تلقي خطاب بما إنها أعلى مرتبة في الطلاب، وبتقول لهم إن هدفها إنها دايما تكون الأقوى في أي مكان تروحوا. وفي وسط الخطاب بيحس سيكا بخطر الدائرة وإن في شياطين بتقرب بسببها، وبالفعل بيهجم عليهم مجموعة من الشياطين وبيدمروا المكان، فبيترعبوا كل الطلاب وبيهربوا. وبيحاولوا المعلمين يقفوا يواجهوهم، لكن بيلاحظ سيكا إن الشياطين ليهم هدف معين، وبتكون تعويذ المعلمين ملهاش أي تأثير على الشياطين، وبيكون سيكا خلاص هيتدخل لكن بتسبقه أميو وبتهجم عليهم بكل شجاعة. فبيروح سيكا لإيفا وبيقول لها تستخدم سحرها للهروب، وبيسيبها وبيمشي، وبتقع منه واحدة من أوراقه فبتستغربها إيفا. وبنشوف سيكا راح للدايرة السحرية في الغابة وشاف عندها شيطان ضخم جدا، فبيتعامل سيكا بكل هدوء وبيروح تجاهه. فبيكلموا الشيطان وبيسألوا عن سبب وجوده في المكان ده، فبيقول له سيكا انه موجود علشان يقضي عليه. فبيستهزأ الشيطان بيه وبيستحضر مساعدينه وبيأمرهم يهجموا عليه، لكن بيستخدم سيكا سحر الانتقال وبينقل مساعدين مكان تاني من غير حتى ما يتحرك من مكانه. فبيتعصب الشيطان وبيقرر انه هيقضي عليه بنفسه، فبيهجم عليه سيكا بكل قوته وبأكتر من طريقة لكنه مش بيقدر يصيبه. فبيرد الشيطان الهجوم بخنجر ضخم وبيتفادى سيكا، لكنه بيتصدم بالخنجر راجع تاني من ظهره وبيتصاب سيكا وبيفقد دراعه. لكن بيتماسك سيكا وبيسأله بنفس هدوء وهو بيدور على ايه بالظبط، فبيجاوبوا الشيطان انه بيدور على البطل. فبيستغرب سيكا لكنه بيفتكر بعدها ان في اسطورة بتقول ان في بطل هيظهر وهو اللي هيدمر ملك الشياطين. فبيستهزأ بيه سيكا وبيقول له انها مجرد اسطورة، لكن بيجاوبوا الشيطان ان مستحيل تكون النبوءة اللي ظهرت من 12 سنة تكون غلط. وبيكمل وبيقول له انه فعلا وصل للبطل وهي بنت بشعر احمر قوتها مش بشرية. فبيتصدم سيكا وبيقول له اميو. فبيضحك الشيطان بشر لانه بعد ما عرف اسمها هيقدر يوصل لها اسرع. وبيوجه هجوم شديد جدا تجاه سيكا عشان يخلص عليه، وبيحاول سيكا يهرب لكن بيشتد الهجوم وبنتفاجئ بالشيطان بيقضي عليه وبيقتله. وبيمشي بعدها الشيطان وهو مبهور من ان كل دي كانت قوة طفل، لكن فجأة بيسمع صوته لما بيلتفت وراه بيتصدم بسيكا عايش وبكامل صحته. فبيوجه الشيطان خنجر عليه بكل قوة لكنه مش بيأذيه وبيختفي في لحظتها. فبيتعصب الشيطان وبيستحضر كل الأدوات الحادة وبيصمم انه لازم يقتل سيكا، وبيوجههم عليه بأقصى سرعة، لكن بيكون سيكا أسرع منه وبيقدر يتفادى هجومه. وبيستخدم طاقته بعدها وبيهجم عليه، وبتدور ما بينهم معركة شديدة جدا. وبيكون الشيطان بدأت قوته تستنزف لكنه بيقاوم، فبيستخدم سيكا قدرته لاستدعاء الأرواح، وبيستدعي تنين ضخم جدا وبيترعب الشيطان وبيقول له ان حتى ملك الشياطين ما يقدرش يستدعي تنين زي ده. فبيأمر سيكا التنين انه يهجم عليه، وبالفعل بيهجم عليه بسرعة شديدة جدا، وما بيقدرش الشيطان انه يصمد قدامه الا لحظات قليلة وبيموت. لكن فجأة بيحس سيكا بتمرد التنين وبيكون عاوز يهرب، فبيوجه عليه سيكا مجموعة كبيرة من أوراق الطاقة بتاعته، وبالفعل بيرجع التنين وبيحبسوا سيكا من تاني. وبيرجع سيكا بعدها وبيقابل إيفا وبيطمن إنها بخير، وبتقول له إيفا إن أميو هزمت الشياطين كلها لوحدها.
وبيشوف سيكا أميو وبيكون مبهور بيها وبيفكر إنهم لازم يكونوا صحاب. وبيمر شهر على دخولهم للأكاديمية وبيكون لسه محدش عارف يتقرب لأميو، وبيفكر سيكا إنه عايز حياته دي تكون أبسط من حياته السابقة، وإنه بس هيسعى للتقرب من الأقوى منه علشان يستفيد من مهاراتهم، وبيكون هدفه هو أميو. ولما بيحاول سيكا يتكلم معاها بتقوله أحسن له يبعد عنها وبتسيبه وبتمشي. وبيكمل سيكا طريقه عادي مع إيفا، لكنهم بيتفاجئوا بجرة ضخمة فيها سائل أخضر بتكون هتقع فوقهم، لكن بيتصرف سيكا وبيستخدم طاقته وبيقدر يبعد هو وإيفا بسرعة. وبيخرج لهم بعدها واحد من المعلمين وبيطمن انهم بخير، وبيكون هو سبب انها تطير. فلما بيسألوا سيكا عن السائل اللي جواها بيقول له المعلم انه دم وحوش ممزوج بالاعشاب وكان بيعمل عليه ابحاث، وانه بس كان بيحاول يستخدم سحر الطيران علشان ينقلها للدور اللي فوق، لكن خرج الوضع عن سيطرته. وبيعتذر لهم مرة كمان وبياخد الجرة وبيمشي. وبنشوفهم بعدها في محاضرة المعلمة كرين وبتقول لهم عن أجازة الاحتفال السنوي لتأسيس الأكاديمية، وبتطلب بعدها من أميو وإيفا إنهم هيروحوا يقدموا كشف بأسامي الطلاب الجدد في الغابة بما إنهم أعلى مرتبتين. فبيفكر سيكا إن دي نفس الغابة اللي كان فيها الشيطان، فبيرفع إيده وبيسأله إيه اللي هيحصل لو واحدة من الطالبتين رفضت. فبتجاوبه المعلمة إنها هتسأل الطالب من الرتبة التالتة، فبيقول سيكا لإيفا بكل تلقائية إنها ترفض. فبتتحرج إيفا جدا وبتقوله المعلمة إنها مش قابلة أسلوبه في التعامل، لكن بترفض إيفا زي ما طلب منها وبتكون متضايقة لأنها مجرد مساعدة ليه. وبنشوفهم بعدها ماشيين مع بعض وبيسألها سيكا لو إنها زعلت، فبتداري حقيقة شعورها وبتقوله لأ. وبتسأله بعدها عن السبب اللي خليه عايز يتقرب من أميو، فبيقول لها إنه معجب جدا بمهارتها وقوتها من يوم ما غلبت الشياطين لوحدها. فبتحس إيفا بالغيرة وبتقوله إن هي كمان تقدر تطور مهاراتها لحد ما توصل لمستوى أميو، لكن بيحاول سيكا يصلح لها مفهومها وبيقول لها إن أميو لو استمرت على نفس الوضع فالناس كلها هيحاولوا يتقربوا منها، لكن هيكونوا يا إما بسبب خوفهم الشديد أو طمعهم فيها. وبيقول لإيفا إنه عايز يستفيد من خبرتها وفي نفس الوقت يساعدها ما تدمرش نفسها، وبيفتكر إن ده بالظبط اللي حصل له في حياته اللي فاتت. فبتفهم إيفا غرضه وبتقوله إنها هتساعده. وبيجي وقت توصيل الكشف وبتتكلم أمي وبتسأل سيكا عن غرضه لأنه بيقرب منها، لكنها فجأة بتحس بصداع شديد وبيحاول سيكا يطمن عليها، فبيلاحظ وجود دائرة سحرية في الغابة جنبهم. وفجأة بتكبر الدايرة جدا وبيخرج منها أشعة شديدة وبتنقل سيكا وأميو لمكان غريب. وفجأة بيهجم عليهم وحوش فبتقضي عليهم أميو في لحظة واحدة، وبعدها بيظهر من وراها وحش ضخم جدا، فبيقول سيكا تعويذة وبيخرج من الأرض وتد بيقضي عليه. وبتستغرب أميو التعويذة اللي استخدمها، وبيبدأوا يستكشفوا المكان وبيستخدم سيكا طاقته في سحر الضوء علشان ينور لهم الطريق. فبتنبهر أميو إنه قادر يتحكم في الضوء كمان. وبيبدأ سيكا بعدها يوجه أوراق الطاقة للسقف بهدوء، وبتظهر يوكي وبتسأله هو ليه بيعمل كده، فبيقول لها انه سخر جزء من طاقته على هيئة نحل في الغابة وانهم لو تتبعوهم ممكن يساعدوهم يوصلوا للمخرج. وفجأة بيهجموا عليهم مجموعة كبيرة من الوحوش وبتواجههم أميو بكل مهارة، لكن بيخبطها واحد منهم فبتفقد وعيها. وبيحاول سيكا يتصدى لباقي الوحوش لكنهم بيكونوا كتير جدا، فبيستدعي واحد من وحوشه وبالفعل بيظهر وبيقضي عليهم كلهم. وبعد فترة بتفوق أميو وبتشوف كل الوحوش مقتولة، فبتنبهر إن سيكا قدر يواجههم لوحده. وبتتفاجئ كمان إنه شاف كل جروحها، لكنها فجأة بتحس بالصداع من تاني. فبيسألها سيكا لو إنه مزمن، فبتقوله أميو إنها بس بدأت تحس بيه من وقت وصولها للأكاديمية. فبيعمل سيكا حاجز حواليهم، فبتحس أميو إنها بقت أحسن. وبيبدأوا بعدها يتكلموا عن حياتهم، وبيقول لها سيكا إن إيفا تعتبر عائلته لأنها الوحيدة اللي كان بيتكلم معاها في القصر. ولما بيسألها عن أسرتها بيحس إنها اتضايقت، لكنها بتقوله إن والدتها زعيمة نقابة المغامرين ووالدها مغامر. فبيحاول سيكا يغير الموضوع، فبيسألها عن حلمها، فبتجاوبه إنها تكون قوية. وبتحكي له عن طفولتها وإنها كانت بتحب المعارك والقتال جدا، وما كانتش بتتأثر من الموت أو الإصابات الخطيرة لدرجة إن أسرتها بدأوا يخافوا منها. وبتكمل وبتقوله إنها بتفكر لو إنها بقت قوية فهيكون القتال والمعارك حاجة مملة بالنسبة ليها، فتبقى إنسانة طبيعية. لكن بالرغم من كده إلا إنها بتحس بمتعة جديدة في كل معركة بتدخلها، وبتقوله إنها عارفة إنه أكيد شايفها مصدر خطر دلوقتي. فبتتفاجئ بسيكا بيقول لها إنها طبيعية جدا وإن عادي يكون في كل أسرة شخص مختلف عنهم.
وبيكون لسه هيكمل كلامه، لكن بتضربه أميو بشدة وبتقوله يبطل يتكلم في الموضوع، وإنه لو حكى لأي حد عن اللي قالته فهي هتقتله. وبتهدى بعدها وبتشكره إنه أنقذها، وبتقوله إنها حست بشعور أحسن بعد ما اتكلموا. فبيفرح سيكا وبيقوموا بعدها يكملوا طريقهم بكل شجاعة لحد ما بيوصلوا الأوضة، وبيكون في الناغة، وبتقول أميو إن الناغة هو زعيم المغارة اللي هم فيها، وإنهم لو هزموه هيظهر لهم المخرج. وبتكمل وبتقول إنهم صعب يهزموه، لكن بيشجعها سيكا لأنهم سوا. وبالفعل بيقتحموا الأوضة بكل شجاعة وبيبدأوا يهجموا على الناغة، وبتكون قوته شديدة جدا. لكن بعد معركة شديدة جدا بيقدروا سيكا وأميو يهزموه، وبتكون أميو سعيدة جدا. وبيروحوا بعدها اتجاه سيف ضخم، فبيعرض سيكا على أميو إنها تاخده لأنها بتستخدم السيوف في سحرها. وبيقع منه خاتم بيحس سيكا فيه بالطاقة الشديدة، فبيقرر إنه هيحتفظ بيه، وبيخرجوا بعدها من المغارة بسلام. وبنشوفهم بعدها بيحكوا للمعلمين عن اللي حصل فيما عدا تعويذ سيكا ولعنة أميو، وبيسألوهم عن كل الأسئلة اللي محتاجين يعرفوها، وبيكتشفوا إن المعلمين ما كانش عندهم أي علم بوجود مغارة تحت الغابة. وبيروح بعدها سيكا للمعلم كوردل في أوضته الخاصة، وبيسأله لو إنه طقوسه نجحت، وبيلاحظ وجود دائرة سحرية حواليه. فبيستغرب المعلم، لكن بيقوله سيكا إن أميو بخير. فبيسأله المعلم هو يعرف إيه بالظبط. فبيرد سيكا انه كان شاكك بحاجة غريبة من وقت ظهور الشيطان لأول مرة، لأنه مستحيل شيطان يقدر يدخل للأكاديمية بدون مساعدة داخلية. وبيطلب سيكا من كوردل انه يكشف عن حقيقته، فبيضحك كوردل وبيقلع نضارته وطاقيته، وبيقوله انه بشري عادي لكنه عميل للشياطين. وبيسأله سيكا لو ان فعلا كان هدفه التخلص من البطلة، فبيعرف كوردل انه عارف كل حاجة وبيقرر انه يخلص عليه. وبالفعل بيستخدم سحره، لكن ما بيهتمش سيكا وبيكمل كلامه، وبيقوله انه عارف ان اللعنة كانت في الجرة اللي كانت هتقع عليهم، وانها بالفعل صابت واحدة من اوراق الطاقة بتاعته، وان اللي هيقدر يتحكم في اللعنة هو حد متغطي بدماء الشياطين. وبيستدعي سيكا الشيطان اللي ختمه، وبتروح عليه ورقة الطاقة فبتدمره، وبيتغطى سيكا بدمه. وبيبدأ يقول تعويذة معينة، وبيترعب كوردل منه، وبينجح سيكا في انه ينقل اللعنة من أميو لنفسه. وبيبدأ بعدها يستخدم تعويذة تانية عشان تنقل كل اللعنات اللي عنده لأصحابها، فبيترعب كوردل أكتر من اللي بيشوفه وبيسمعه. وبالفعل بتترد لعنته عليه بتدمره تماما، وبيسيبه سيكا وبيمشي في هدوء. وبتظهر بعدها يوكي وبتسأله هو امتى عرف ان كل ده من تخطيط كوردل، فبيقول لها ان ظهرت عليه علامة على هدومه من ظهور ماس ما بتظهرش غير عند الدائرة السحرية بس. وبيكمل سيكا حياته عادي بعدها، وبنشوفه قاعد مع ايفا وبيديها الخاتم اللي لقاه في المغارة بعد ما عدله علشان يكون اقوى. فبتفرح بإيفا جدا، وبيفكر سيكا انه بس عايز اصحابه يكونوا اقوى عشان يبقى مطمن عليهم. وبيشوف بعدها أميو، ولما بيكلمها بتقوله ما يتعاملش معاها، فبيتصدم سيكا، وبيتصدم أكتر لما بيشوفها هي وإيفا بقوا صحاب. ولحد هنا بيكون خلص الجزء ده من الأنمي الجميل بتاعنا، واستنونا في الجزء الجديد. سلام.